Cemaat dünyada en hayırlı haminde dünyada en hayırlı kişi haminde dünyada en hayırlı vakit. هذه الليلة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والعلماء والأولياء والصالحون وكل المسلمين يعدون لها وقتا ويتهيئون لها تهيئا عظيما لينالوا المطلب والمغفرة من الله تبارك وتعالى. Bugün de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem anın sahabeleri, hem bütün galimler, hem bütün dünyaları müştehid galimler bütün zalim bu günde getirip hem bu günde ezirledi, bu günde ilk uğurda hallerimiz var. ونحن الآن في ليلة وترية، ليلة 23 من رمضان، وربما تكون هي ليلة القدر، فلا بد من اغتنامها بالطاعات والعبادات حتى ننالها بإذن الله تعالى. Cemaat biz sizin bilen bugün Ramazan'ın 23. gününde kalırız. Hamide bana hazır uyuturlar, sonunda bana Allah subhanahu ve ta'ala bilen belki bugün Leyletul Kadr gecesi bulunur. Bana şu an bu cemaat biz bu günde bir saniyelerinde hem indi boşka uzurmasda duruşsak idi, hem ibadetlerden uzurlaşsak. أولاً لماذا سميت بليلة القدر؟ العرب وفي اللغة العربية كل شيء عظيم يقولون عنه ذو قدر. إذا كان هناك رجل عظيم يقولون هذا رجل ذو قدر، وإذا كان هناك مكان عظيم يقولون هذا مكان ذو قدر. وكذلك الليلة سميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله عز وجل. Cemaat derseğinde bu kişi Kadir kişisiydi namlandı. Haminde garip dilinde, gariplerinde bir kişinin mesela Kadir'lasalarıydı, Kadir'lı kişi dile gelir. Haminde bir rejimde, mesela inde Mekke olsun, Ka'be olsun, bana şu inde Kadir'lı jildine gelir. Bana şu aturayında bu bizim Kadir kişisi de Allah Teala'nın huzurunda o büyük Kadir'lı kişi. من شنان شيء الله تعالى أنا قادر في شخصي لذلك قالوا عن القرآن الكريم قالوا كتاب ذو قدر. من الشوائي إذا لأبوه بسن القرآن قادر ذا كتاب أنزله ملك ذو قدر وهو جبريل. أنا قادر ذا فرشتة تشرد وإذا جبريل عليه السلام على نبي ذي قدر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم قادرlı peygamberliğe taşıdı. Hani de ana ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. لأمة ذات قدر وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hananın qadrlı ümmetke taşıdı. Yani bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetine. في ليلة ذات قدر وهي ليلة القدر. Hem kadir kişisine taşıdı ana. Qadrlı kişide hem bu Leyletul Kadr kişisi var. ليلة القدر لها سبب آخر في التسمية، وهي أنها سميت بليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها الأشياء. عند ليلة القدر كشاسن الجماعات وتن نمبر دوايدا وتن اسم دليل عما أنا نشوف قدر كشاسني الله تعالى أخبر نجوايد اسم ليلة القدر لها فضل عظيم قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جماعة قدر كشاسن شدي برزور غمل var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hadis kila kim ki inde kadir kişisin iman bilen haminde Allah Teala'ya işandan halde iman getirgen halde Allah Teala benim günahlarım kişiler diyen halde uzursa Allah Teala bütün günahların mağfiretiyle kişiler. أنزل فيها سورة سماها سورة القدر وكرر فيها تلك الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر كررها 3 مرات. ربنا تبارك وتعالى
كلما أراد أن ينبه إلى شيء عظيم يقول وما أدراك. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. القارعة ما القارعة، وهكذا حتى ننبه إلى عظم الأشياء. خميند من شو قدر كيشاسنا خرماتنا رب سبحانه وتعالى قرآن يقدر سورة القدر دي نقطة ليلة القدر. خم جماعات إذا قدر سورة سنة معنا ستة قرصات أنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. بس أنا دي القرآن قدر كيشاسنا نصيبتي قدر كيشاسنا تشعرني. خميند رب سبحانه وتعالى برد أيبرنا أجر أنا نشيب قدر دين أجر أنضت مخشوصة من التأكيد لبيتين. وما أدراك ما ليلة القدر أي محمد سيد اسمه قدر كيشاسة مرسيك لنبي. ليلة القدر خير من 1000 شهر. آيات من دايتا رب بس مسائتا والقدر كيشاسة دي من أيضا خير لرق أيضا ببيتك. ثم ربنا تبارك وتعالى بين أن هذه الليلة خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة وعدة أشهر. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام لما علموا بأن الأمم السابقة أعمارهم طويلة مئات السنوات حزنوا، قالوا ما نأمل، كيف نأمل وكيف ندرك عبادة الأمم السابقة؟ فأنزل الله هذه الليلة حتى يعوضوا الأمم السابقة. خمين جماعات قدر كيشاسنا رب بس يكتبس قال من أيضا دا خير لرق خمين دا 600 شيء دا خير لرق بيتا. بيعبر بزدان سخابلار شكاياتي سوريتلار يا رسول الله بزدان أضل أمتلارن قبلار أصميدا الله إجراء تكبر عبادتي تيتا خمين دا بزدان عمر بس قصقاتي من الشمان شكاياتي تيتا. خمين غرض رب سبحانه وتعالى مرحلة من شو سورة أمر بزدان ليلة القدر كيشاسنا خمين رب بزيتا كيشادي خير من 1000 شهر من أيضا دا خير لرق يعني بسكات من شو بر مرحلة لا برك النبي لرب سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح. الملائكة تنزل في كل يوم، ولكن في هذه الليلة ليلة القدر تنزل أكثر حتى أنها تكون بعدد الحصى تشارك، ومعهم جبريل ينزل يشارك المسلمين في قيامهم ودعواتهم وقراءتهم للقرآن الكريم واعتكافهم في المساجد وفي كل عباداتهم. خم جماعات بكنا فرشتلر يرزنا الأرض خلقنا الرجال روح الأمين جبريل عليه السلام توضرنا الرجال خلق قيبوا صدقنا فرشتلر وقت دردا إذا رمضان وشكوا وقت دردا أما قدر كيشاسنا أضرنا صنف به جماعة الله شو اللي خلقوا بوضع بتون شيدا قاية مسلم الله عبادات بوضع اعتكافي دلا من الشدة بتون فرش دلا شيطان الله جماعة. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام طمأنينة سكينة راحة يجدها المسلمون في صدورهم جراء وجود الملائكة بينهم. خامن ده آيات من ده ومن ده رب بس يتأكد دي وكشاف سلام يعني جماعات رخت لك تنشله سكينات كشاس الله جماعات. ثم بعد ذلك هناك تقويض آخر للسلام ألا وهي سالمة من نزغ الشيطان. تقل الشياطين وتفر الشياطين ويقل ضلال الشياطين لكثرة الملائكة، حتى أن هنالك عالم من مصر عالم راقب السماء في كل أيام السنة لسنوات طويلة وهو يراقب السماء، فيجد في كل ليلة شهب. هذه الشهب هي رجوم الشياطين، الملائكة ترجم الشياطين إذا ما أرادوا أن يصعدوا إلى السماء. يقول إلا في ليلة السنة لا توجد هنالك شهب، وهي موجودة في العشر الأواخر من رمضان. أمين ده جماعات سلام كان سلطان طاقة معنى سنة ثلاث تأويل ثلاث وصائم ده الشيطان دارنا نشوف بوكي شداء الشيطان دار كله خمس أول
narsaga farishtalarni shunday xatga ko'pligidan shaytonlar qo'shalardi. Ham endi bir Misrda bir valim kishi bo'lgan ekan. Mana shu kishi endi ko'p yil davomida mana shu kishini qaragan edi. Ham endi u osmonda kuzatgan edi shu kishida. Mana bu agar endi biz bundan o'qitlarda qarasak, osmonda bitta yulduzlarda mana shunday olov o't shaklida shag'allanadi. Shaklida mana shunday bor. Ham endi u shaytonlarni farishtalar mana shu bilan soladi. Ham endi aytadi mana shu g'arib aytadi. Mana Ramazonning so'ngida 10 kunda men bir vaqtni ko'rdim deydi. Mana shunda qanday edi bu? U deydi har kuni shu aytadi bilan shaytonlar shu yulduzlar. Ham deydi mana shu kunda deydi mana shu holat bo'ladi deydi. هذه الليلة أخفاها الله تبارك وتعالى، أخفاها كما أخفى ساعة الموت، كما أخفى ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن المسلم الله تبارك وتعالى يريد من المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فلو أنه حددها في يوم من الأيام ماذا يحصل؟ يحصل الإنسان ربه تبارك وتعالى في كل سنة، ثم يأتي في هذه الليلة يعبد الله عز وجل. إذا أخفاها حتى نزداد في العبادة لله عز وجل. خمين جماعات كنا رب سبحانه وتعالى بزنا بشرطه. خمين ماذا بزنا شكرا الأشياء لكن المجد سوء ليلة القدر كشيء هذا نرسله إذا من قبل من قبل تكون بوسناري من قبل تبوسناري من شكرا إذا رب بشرطه. خمين جماعات بزنا إذا من شكرا ليلة القدر كشيء. هذه الليلة حينما أخفاها الله تبارك وتعالى لهذه الحكمة العظيمة جعلها كما قال عليه الصلاة والسلام تحرروها في الوتر من العشر، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وقد تنقلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الليالي. رب سبحانه وتعالى ممكن يشرد كما صلى الله عليه وسلم لا يبدأ يتكلم من شهر رمضان يقرب برشيدنا يقرب توزن شركة نخدم من شو أراد الدار وادي بين القادم كشاسم. لكن عندنا مشكلة هي اختلاف أوائل رمضان بين الدول الإسلامية. فهناك بعض الدول تصوم يوم ودول أخرى تصوم باليوم الذي بعده، فتختلف الليالي الوترية فيما بين الدول الإسلامية. فعندنا وتر وعند غيرنا شفع، عندنا شفع وعندهم وتر وهكذا. فماذا نفعل؟ خمين جماعات نقول بزنك وقت بزيدا ممكن دولة لردان كيشات وكي مسكن مثلا خازر بزدا بيتر بوصال والله ده تدس بورامكي من الشمال ده نرسلش العمل هو أن نحيي كل العشر الأواخر حتى ندرك الوتر على كل الدول الإسلامية. أنا شنو جماعات بس بركن ندى قدر بشان بتنسى نشوف دي بدأ توصل أورد خمسة حتى نشكرنا طروش نشكرنا ليلة القدر بشان طروش. طيب ماذا نفعل في هذه الأيام؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خمين جماعات ليلة القدر كيشاسن بس تشيء في المسلمين. عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله عليه وسلم يا رسول الله أجل من ليلة القدر كيشاسنات والحساب من أرسل إليكم يشيء عبادات والعبادات. خمين جماعات رسول الله عليه وسلم من الشهود غامة عائشة على مسلم. اللهم عفو تحب العفو فاعف عني. يا رب سين غفوئت الشيء خلي من غفوئت يا رب
المسلم مطالب في كل العبادات. يمكن أن يصلي ويقرأ القرآن، يذكر، يسبح ويدعو، يخلق كل العبادات حتى ينال كل الأجر بإذن الله تعالى، ولكن الدعاء يكون أكثر، وهذا الذي ذكرناه يكون أكثر. Kami de bugün Müslüman kişisi bir de saniyelerine Müslüman kişilikte namazlarında, ibadetler, duaları bilen müstesna. Kami de ilk kubret olardan ilk mühemmel duada bulurlar cemaat. Ana şu ilk Peygamberimizden eşiğinden duası bu bildiren kılsarıydı. بقي أن نذكر شيئا مهما، وهو أن بعض المصلين، بعض الأخوة يتعب نفسه ويجتهد في العبادة في الليل طول الليل، فإذا ما جاء إلى المسجد في صلاة الفجر وهو متعب نعسان لا يعي ما يقول الإمام. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول قدم السنة على الفرض، فيجب عليه أن يريح نفسه قليلا حتى يستيقظ مجتهدا في العبادة إن شاء الله. جماعات قيبر قيبر جماعات تدبر كشغال كيش أسافنا عبادات دارين عبادات قايم دولار خامندا إفتاكنا مزوقتك يجندا خامندا مشكاش وقتك يجندا أزرق يجندا سوس دولار يجندا نقول دولار كيا خدا قيبر كشغال نشدة شوام من الجماعات نمازlar خامندا الله سنة فرزنا تشلر سنة الله خم بزاي الدين خم بيتي فرز نشرح كل جماعات نقول فرزنا يدري اختبار المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم ارحم أمة نبينا محمد، اللهم اجبر كسر أمة نبينا محمد، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة نبينا محمد، اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع رايتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم ونم شعثهم وسدد رميهم وقو عزائمهم وشد هممهم وألف بين قلوبهم وصحح نياتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم كن المسلمين عونا ونصيرا في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين كما شئت وكيفما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الظالمين والحاسدين والحاقدين والكفار. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك نجنا والمسكين من المهالك، إنك قادر على ذلك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين اجعل نيران عدو على المسلمين بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إنا نستودعك بلاد المسلمين وأعراض المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين وبيوت المسلمين وحدود المسلمين واقتصاد المسلمين، اللهم ومساجد المسلمين وكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بلاد المسلمين واقتصاد المسلمين وجيش المسلمين وكل المسلمين يا أرحم الراحمين. آمنهم في أوطانهم، آمنهم في بيوتهم، آمنهم في مساجدهم، آمنهم بين أهليهم، آمنهم بين علمائهم يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والنفاق والمنافقين وكل من عاد المسلمين وكل من عاد المسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صادقا وجسدا على البلاء صابرا ورزقك رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية
ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. يا غني يا حميد، يا مقدر يا معين، يا غفور يا ودود، يا رحيم يا ودود، يا كريم يا ودود. أغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك اللهم عمن سواك. اللهم اصلح شباب المسلمين، واصلح نساء المسلمين، واصلح علماء المسلمين، واصلح كل المسلمين، واصلح حكام المسلمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا حسنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين، ارحمنا وارحم المسلمين، اصلحنا واصلح المسلمين يا ارحم الراحمين يا الله يا الله. اللهم اهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، وثبت اللهم ضائعنا. اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء، مدفوعا عنه الغلاء والوباء والبلاء، ومدفوعا عنه الكروب والحروب، ومدفوعا عنه الفتن والمحن، ومدفوعا عنه الامراض والاسقام والالام. اللهم هذا البلد وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين يا الله يا ارحم الراحمين يا الله. اصلحنا واصلح بنا، اصلحنا واصلح بنا، واصلح كل المسلمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا، فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واستجب لنا دعاءنا، واستجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين والديهم، وأمواتنا وأمواتهم. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وذرياتنا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح جميع المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وعلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين، وإلى أولياء الصالحين نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة.